ازيكم عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعصر استفندي. جايبين هنا عندي 3 كيلو سوري 5 كيلو استفندي. هنعصرهم واوريكم ازاي. دلوقتي هنغسلهم كويس جدا، بعد كده هوريكم ازاي هنكمل. رجعنا لكم تاني يا بنات. طبعا انا قطعت الاستفندي بالشكل ده بالظبط زي الليمونه، زي ما بقطعها زي ما وقطعت الكميه كلها اللي عندي. تمام. ودي العصاره وده الشاشه اللي انا كنت عملت فيه حب. برضه هوريكم ازاي وانا بعصره اهو زي الليمونه كده اهو زي ما انتم شايفين. انزل كل الميه اللي عندي، اعصرها كويس جدا. طبعا الاستفندي بقى فوايده هو عامه هو والبرتقال كلهم ليهم فوايد طبعا للي عندهم برد واللي ما عندهمش برد. ده فيتامين سي. تجنب بقى اي دور برد يجيلنا. يقوي المناعة بتاعتنا. ياريت نشربه يوميا عشان الفوائد بتاعته هايلة جدا للكبار وللصغيرين اهو. طبعا اللحم ده انا بشيله وبعد كده بعمله في مصفى اللي هو جوه ده، بشيله كده بايديا وبعمله في يعني انا هوريكم المرحلة اللي بعد كده. هعمل بقى الجزء ده وارجع لكم تاني. طبعا انا الكمية اللي انا عصرتها طلعوا معايا الشفشقين دول يا بنات. حلو تمام. انا طبعا مش هحط فيه سكر ولا اي اضافات غير وقت ما نيجي نشربه. انا دلوقتي بس هحطه في اكياس وتبقى في الفريزر ونحط شفشق في التلاجة كده. دول بقى اللحم اللي طلع معانا واحنا بنعصر. طبعا انا جبنا دي تمام، وهنبدأ بقى نعصر بايدينا كده زي ما طبعا انا ايديا غسلها كويس جدا. هنبدأ بقى نعصر كده. طبعا انا حطيت شوية مية صغيرين جدا على حبة اللحم دول وابدأ بقى اعصر كده برضو وهحط الحبة اللي هيطلعوا من هنا احطهم في الشفشق وادمجهم مع بعض. نرجع لكم تاني. طبعا دول الحبة اللي انا عصرتهم شوية. هبدأ بقى اخلط الشفشق العصير اللي كان عندي وزي ما انتم شايفين كده في المصفى كده عشان لو اي بذرة عندي ما تنزلش عندي في العصير بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده. اي حاجة في المصفى عندي بذرة او حاجة تتصفى معايا. تاني يا حلوين. طبعا انا هي عندي خلاص الكمية تمام خلصتها، وادي اول كوباية صبتها روعة. بس بقى ممكن انا احط سكر حسب الاحتياج. تمام. هبدأ بقى احط العصير اللي انا مثلا هحطه في الفريزر. هبدأ دلوقتي احطه في كيس وارجع لكم تاني. طبعا انا الكمية الكام كيلو اللي انا جبتهم عملوا معايا الحبة دول زي ما انتم شايفين. طبعا انا كل ما هجيب كمية هشيل بالطريقة دي في الفريزر وازاي الخطوات انا عملتها واحدة واحدة قدامكم. ويا رب تكون حلقتي النهارده من مطبخ سوري عجبتكم. طبعا انا دقت الطعم وحطيت هنا السكر في الكوب بتاعي. بجد طعمه حلو. هروح بقى اشربه انا ومامتي. بجد جربوها حلو جدا وفايدها ما حصلتش وفيتامين سي وللكبار والصغيرين. ما تنسوش بقى لايك وشير وتشتركوا في القناة بتاعتي. وده اللي قدمنا النهارده من مطبخ شيري. يا رب نكون عجبنيكم. شكرا قوي وباي باي.